تخيلوا معايا نتوما علماء تخدموا في شركه ديال الدواء وخرجتوا دواء جديد تيرجع انبات الشعر بالنسبه للناس اللي مشى لهم الشعر بحالي انايا حتى لهنا مزيان. في الحقيقه الدواء قبل ما يوصل للصيدليه وياخذوه الناس تيدوز من سلسله ديال الامتحانات واختبارات، واخر امتحان اللي تيدوز منه الدواء هو اللي تنعتبره المعيار الذهبي اللي تنحكموا به على الدواء الجديد باش نقولوا هذا الدواء هذا خدام ولا ما خدامش. المعيار الذهبي هذاك تيتسمى دبل بلايند بلاسيبو ستادي او الدراسه مزدوجه التعميه باستعمال الدواء الوهمي. وفي هذا الفيديو غادي نهضروا على الرحله اللي تيجوز منها الدواء الجديد من لحظه البحث والتطوير حتى يوصل للصيدليه قدامك. مرحبا بكم في قناتكم الدوابا، القناه اللي تنهضروا فيها على كيفاش التصور ديال الانسان يقدر يبدل الفعاليه ديال اي علاج صحي. الا عجبك الفيديو هذا اعطيني لايك ولا كومونتير، وما تنساش تشارك في القناه الا مازال ما درتيهاش. ونبداو. واول خطوه قبل ما تخرج الدواء جديد هي طبيعه الحال البحث والتطوير. العلماء تقلبوا على ماده فعاله ممكن لها تعالج مرض او اضطرابات صحيه، تياخذوا الماده الفعاله وتيديروا عليها تجارب في اللابوراتوار وتيخضعوها لاختبارات السلامه والتوكسيكولوجي باش يتاكدوا ان الماده الفعاله ماشي سامه وما فيهاش خطوره. وقبل ما يبداو يجربوها على الانسان تيجربوا الماده الفعاله على الحيوانات باش يتاكدوا مره اخرى من الفعاليه ديالها ومن السلامه ديالها. ولا داز دواء جديد من المرحله الاولى بنجاح تيدخل المرحله الثانيه اللي هي التطوير السريري. هذه المرحله تيبداو يجربوا الماده الفعاله على البشر، تيبداو مجموعه صغيره في البدايه باش يتاكدوا من الجرعه ديال الماده الفعاله والسلامه ديالها، ومن بعد تيكبروا المجموعه يبداو يجربوا الدواء على 100 200 500 حتى 1000 ديال البشر باش مره اخرى يتاكدوا من الفعاليه والسلامه ديالها. ولا نجح الدواء الجديد في المرحله الاولى والثانيه تيدوز المرحله الثالثه والمرحله الاخرى اللي هي تنسميوها دبل بلايند بلاسيبو ستادي او امتحان ديال الدراسه مزدوجه التعميه باستعمال الدواء الوهمي. هذه المرحله تعتبر اصعب خطوه، اصعب مرحله يقدر يدوز منها دواء جديد، وتقريبا نقدروا نقولوا 90% ديال الادويه اللي عاد اخترعتها الشركه ديال الدواء ادويه جديده تينجحوا في كاع المراحل بالحق ملي تيوصلوا لهذا الامتحان ديال الدبل بلايند بلاسيبو ستادي ما تينجحوش وتيفشلوا لانهم ما تيقدروش يبينوا ان الدواء الجديد عنده فعاليه احسن من دواء وهمي او احسن من بلاسيبو. والبلاسيبو تيتسمى دواء وهمي حيث مديور باش يشبه في اللون في الشكل في المذاق يشبه تماما الدواء الحقيقي. لكن الدواء الحقيقي عباره عن كينه صغيره بيضاء مدوره وفيها شرطه الوسط. البلاسيبو غيكون حتى هو عباره عن كينه بيضاء فيها شرطه الوسط تشبه تماما الدواء الحقيقي. الفرق البلاسيبو ما فيهش ماده فعاله لداخل بحال اللي كاينه في الدواء الحقيقي. علاش نصوبوا دواء وهمي او بلاسيبو شي حاجه اللي تشبه الدواء الحقيقي ولا الكينه الحقيقيه؟ شنو غرضنا من البلاسيبو؟ الدور ديال البلاسيبو هو تجعل البشر يحسب لهم انهم خداو الدواء حقيقي. علاش؟ باش نقيسوا قوه الاعتقاد وقوه الايمان ديالهم انهم خداو دواء حقيقي. الدماغ ديالنا اللي عطاه لنا الله راه معجزه بحد ذاته. ملي تعطي شي حاجه شي واحد وتتقول له راه هذه الحاجه غتعاونك، الدماغ تيمشي بعيد وتبدا يدير تاثير داخل الجسم ديالنا، تبدا يعطي اشارات داخل الجسم ديالنا اللي تجعل المريض يحس بتحسن حقيقي، تيحس بواحد الفعاليه حقيقيه غير من الدماغ واخا عطيتيه كينه اللي ما فيها حتى شي ماده فعاله اللي تنسميوه دواء وهمي. معنيتها البلاسيبو تيستعمل باش نحاولوا نفرقوا بين التاثير اللي تيحس به المريض اللي جاي غير من العقل ديالو والتاثير اللي جاي من الكيمياء ديال الماده الفعاله في الدواء الحقيقي. واخر مرحله كما قلنا اللي تيدوز منها الدواء الجديد هي الدراسات السريريه والدراسه ديال البلاسيبو. في هذه المرحله تيكون عندنا جوج مجموعات ديال الناس، المجموعه الاولى تتعطى لهم البلاسيبو دواء وهمي، المجموعه الثانيه تتعطى لهم الدواء الحقيقي. ومن بعد ملي تتعطى لهم الدواء تنشوفوا النتائج ديال الدواء اللي خداتو كل مجموعه، ومن ثم تنقدروا نحكموا على الدواء واش الدواء عنده فعاليه. معنيتها المجموعه اللي خداو الدواء الحقيقي ورات نتيجه كبر من المجموعه اللي خداو دواء وهمي. في هذه الحاله ثم تنقدروا نقولوا الدواء راه عنده فعاليه، معنيتها الدواء نجح في الامتحان ديال البلاسيبو او في الدراسات ديال البلاسيبو. والمصطلح ديال الدبل بلايند او مزدوجه التعميه باستعمال دواء وهمي المعنى ديالها المشتركين في الدراسات السريريه باستعمال دواء وهمي
والاطباء اللي تيتعاملوا معاهم، يعني اللي تيعطيهم الدواء حقيقي او بلاسيبو، بجوجهم ما تيكونوش عارفين شكون خدا الدواء الحقيقي وشكون خدا دواء وهمي او بلاسيبو. كاينه مجموعه ثالثه ديال العلماء اللي الدور ديالهم ما تيكون عندهم حتى شي علاقه بالاطباء ولا المشتركين، الدور ديالهم تيكونوا عارفين من البدايه شكون خدا الدواء حقيقي وشكون خدا دواء وهمي، وتيقارنوا النتائج النهائيه باش تجعلهم يقدروا يفرقوا بين التاثير ديال البلاسيبو بالمقارنه مع التاثير ديال الماده الفعاله اللي كاينه في الدواء الحقيقي. على هذه تنسميوها طريقه علميه مديوره باش تمنع اي تاثير نفسي يبدل النتائج ديال الدراسه ديال البلاسيبو. ما تنساش الدراسه هذه الى علمتي المشاركين في الدراسه شنو خداو، اصلا ما غاديش تقدر توزن التوقع الحقيقي ديالهم الا علمتيهم في البدايه. وكذلك الا علمتي الاطباء براسهم يقدروا يديروا شي حركه ولا يقولوا شي كلمه ملي تيعطيو الدواء للمشتركين اللي تقدر تعطيهم شي اشاره انهم خداو دواء حقيقي او خداو بلاسيبو. هذا الشيء ما خصوش يكون نهائيا في الدراسه ديال البلاسيبو، ما خاصها تكون حتى شي حاجه اللي تاثر لنا على النتائج النهائيه باش نقدروا نفرقوا بين الفعاليه ديال البلاسيبو مقارنه مع الفعاليه ديال الماده الفعاله والكيمياء ديالها اللي كاينه في الدواء الحقيقي. وملي تنهضروا على الدراسات ديال البلاسيبو خاصنا نفرقوا بين جوج ديال الحالات ديال الامراض او الحالات الصحيه. كاين الحاله الصحيه الاولى تتسمى حالات صحيه موضوعيه اوبجيكتيف، بحال مرض السكر، الكوليسترول طالع، ولا شي واحد الشعر طاح له. هادو حالات صحيه واضحين باينين، واحد طاح له الشعر وباغي ياخذ دواء باش يكبر الشعر، راه تتشوف انه ما عندوش الشعر. واحد عنده الكوليسترول طالع ولا السكر طالع، راه تيدير لي زاناليز وتيبينوا فعلا راه عنده كوليسترول ولا السكر طالع. هادو تسمى امراض ولا حالات صحيه موضوعيه اوبجيكتيف. كاينين امراض وحدين اخرين تتسموا امراض ذاتيه سبجكتيف، معناتها بحال الامراض النفسيه، بحال الشعور بالكآبه، الديبرسيون، الشعور بالالم. ملي تمشي عند طبيب راه ما تيديرلكش واحد التاس باش يعرف شنو راه فيك الديبرسيون ولا الشعور بالالم، تعتمد على الهضره ديالك، على الاحساس ديالك، على كيفاش تعبر على الاحساس ديالك. من تما هو تيبدا يدير الخدمه ديالو. ما كاينش التاس اللي غيوريه في بلاصتو راه فيك ديبرسيون ولا فيك الكآبه ولا تتحس بالالم. هادو حالات تسمى حالات ذاتيه. ملي تنهضروا على الدراسه ديال البلاسيبو، الامراض الموضوعيه الامراض الذاتيه تيوريونا فرق كبير. في الحالات الموضوعيه صعيب على البلاسيبو باش يعطيك نتائج كبيره، لان ما يمكنش تعطي شي واحد دواء وهمي وغير بالتفكير ديالو الايمان ديالو والتوقع ديالو يهبط الكوليسترول ديالو ولا يهبط السكر ولا ينبت الشعر ديالو. ماشي معناتها ما تطرحش، راه تطرح. الا كان الدراسه فيها 1000 واحد راه تلقى واحد 20 ولا 30 تيوريك نتائج كبيره واخا خداو دواء وهمي. بالحق حنا تنتبعوا الاغلبيه، ما يمكنلكش تاخذ النتيجه غير من نسبه صغيره، تعتمد على النتائج ديال الاغلبيه. هادو في الحالات الموضوعيه. في الحالات الذاتيه ولا الامراض الذاتيه حاجه اخرى، العكس تيطرا. الدواء الحقيقي صعيب عليه باش يربح ضد البلاسيبو او دواء وهمي. علاش؟ لانه مثلا الحالات النفسيه حالات ذاتيه تعتمدوا على الاعتقاد ديال الناس، على الشعور ديال الناس. هذه حوايج اللي يقدر البلاسيبو يخلق نتائج كبيره فيها واخا ما فيها حتى شي ماده فعاله. معناتها الادويه اللي راهم صوبين ضد حالات نفسيه ولا ضد الالم ولا ضد الكآبه في غالب الاحيان تيلقاو مشكل كبير باش ينجحوا في الامتحان ديال البلاسيبو، ما تيقدروش يبينوا نتائج كبيره بالمقارنه مع البلاسيبو. هذه النقطه مهمه. الحالات الذاتيه مقارنه مع الحالات الموضوعيه عندها تاثير ملي تنديروا دراسات ديال البلاسيبو. وفي الخلاصه شفنا الرحله اللي تيدوز منها الدواء الجديد من البحث والتطوير حتى يوصل للفارماسي باش ياخذوه الناس. الدواء ضروري يدوز من سلسله ديال الامتحانات باش نضمنوا انه امن، ما تيسممش البشر، ما تيأذيش البشر. وضروري خاصنا نجربوا على الحيوانات قبل ما نبداو نجربوه على البشر. وضروري يدوز من الامتحان الاخر اللي يتسمى امتحان البلاسيبو، اللي هو المعيار الذهبي اللي تيحكم لينا تيقول لنا الدواء هذا عنده فعاليه ولا ما عندوش فعاليه. معناتها تاثير ديال التوقع، تاثير البلاسيبو عنده قوه كبيره بالحق. باش نخرجوا دواء جديد ونعطيوه للناس، الدواء الجديد هذاك خصو يبرهن لنا ان القوه ديالو كبر من قوه التوقع وكبر من قوه البلاسيبو.